اهلا بيكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. الاسبوع اللي فات كان بالنسبه لي اسبوع حافل جدا جدا جدا، وكنت مشغول في الحوار بتاع المسابقه اللي كانت عاملاها هيجز فيلد بتاعه الاكشن ثيم. ف واحنا يعني هي المسابقه لما اتعملت ظهر لي على طول الحوار بتاع سينما ستوديو 2.0. كنا احنا اتكلمنا عن سينما ستوديو 1.0، فدخلت ابص ايه الفرق ما بينها وهل هيساعدني في الفيلم اللي انا كنت بعمله. فلقيت فيه حوالي بتاع 6 ادوات جداد يعني. مش عارف اقول لكم ايه. فالمهم احنا بدات استخدم الاداه، بدات استخدم يعني سينما ستوديو في ان انا اجنريت الحاجات اللي هي ساعدتني في عمل الفيلم، ولكن بالكلام بقى في الحوار بتاع المسابقه، لان احنا يعني المفروض احنا كوميونتي فيه بتاع 20,000 بني ادم. فدي المسابقه، تمام. وده الفيديو بتاعي يا عيني عامل 391 وواخد 2 ديسلايك كمان يعني. يعني واخد 3. هو كل الفيديوهات يعني في واحد كده كان بيمشي يقعد يدي ديسلايك لكل الفيديوهات، فهسيب لك اللينك في الديسكربشن لو كده خش بقى يعني لايك فيو كومنت حلو، اي مساعده تزق معانا الدنيا شويه. تمام. فالمهم الفيلم انا عملت له سبمشن. تقدر تعمل سبمشن للفيلم بتاعك. الجائزه زي ما بقول مكتوب كده، البرايز بول كلها $500,000. اول مركز 150، تاني مركز 100، وتالت مركز 50,000، واونربل منشن 10,000 ل 20 فيلم. تمام. في البروجكتس حاليا حوالي 2,974 بروجكت، وفاضل 14 يوم على ما المسابقه تخلص. فلو انت عايز تقدم ادخل، وبرضه ايه هسيب لك اللينك في الديسكربشن. ومش عايز تقدم خش ساعد اخوك، او لو عايز تقدم وتساعد اخوك برضه يعني دي دي حاجه كويسه. طيب ده كده بخصوص الجزء بتاع الفيلم. تعالى النهارده احنا هنتكلم على ازاي انا عملت الفيلم، ازاي استخدمت سينما ستوديو في ان انا اوصل للسينز اللي انا وصلت لها. فعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. طب يا سيدي، زي ما احنا كنا متعودين في سينما ستوديو عموما ايه مهمته؟ سينما ستوديو انت بتديله سين وبيبدا انك انت تعمل منه خطوات اساسيه زي ما كنا قلنا قبل كده. يعني مثلا كمثال، احنا ادينا له، انا اديته السين بتاع لو احنا جينا بصينا هنا مش ده السين ده، انا اديته المشهد دوت وقلت له اول خطوه فيه انا عايز مالتي شوت. المالتي شوت بتاعت المشهد دي عامله ازاي؟ ان هو بيديني مشاهد مختلفه لنفس المشهد. يعني مثلا واحد من الجنب، واحد زوم ان، واحد من هنا، واحد باصص من الناحيه دي، واحد باصص فوق، واحد من ورا. المهم ان هو بيديني مالتي شوت للسين بتاعي. من المالتي شوت ده انت بتعرف انك انت تغير مشاهد اللي هو واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. فدايما الحاجه اللي انت بتعملها ما تبقاش ممله. فاهم قصدي؟ وكلها كونسيستنت نفس الكاركتر. وفي نفس الوقت اي صوره هتدوس عليها هيبدا ان هو يختارها ويبدا يعمل لك منها اب سكيل. يعني انت هنا الصوره مثلا انا عجباني دي وعجباني مش عارف ايه، تقوم انت جاي دايس ماشي، وبعد كده الصوره اللي انت هتختارها هيبدا ان هو يعمل لك ليها اب سكيل. خلاص. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع مالتي تاسكينج، ده كان موجود قبل كده. الحاجات الجديده بقى، اول حاجه من الحاجات الجديده وهي اللي تعتبر تحفه، تحفه، الجزء بتاع ال 3 دي سين. طب يعني ايه الجزء، يعني ايه 3 دي سين؟ لو انت طلعت الصوره دي اللي طالعه من ال 3 دي سين باي ذا واي. المهم ان احنا عندنا الصوره دي، وانا دوست على كلمه كرييت 3 دي سين. تعال ندوس احنا بقى على ال 3 دي سين اللي طلع لنا ده واقول لك بيعمل ايه. فانا دوست هنا، بيبدا ان هو يلود السين اول مره، تصبر شويه بيبدا انه يبيلد 3 دي سين. شكله مبعكك خالص وحالته بالبلا، بس انت مش عايز منه اي حاجه غير انك انت بتتحرك بالكيبورد كده جوه المشهد. هتقول لي طب ما بعد كده نعمل ايه؟ بعد كده بص يا سيدي، لو انا جيت اعمل كده مثلا وخدت انا عايز الشوت ده، تبقى هي واقفه هنا وهو واقف هنا وجاي من وراه الشباك، وقام جاي مظبط الزاويه كده. او عايز ارجع شويه وازوم بالكاميرا، وعجبني المشهد ده ودوست كابتشر شوت. حلو كده. تعالى بقى اوريك. بص، من الصوره البايظه اللي انا خدتها ال 3 دي، الزاويه اللي انا قمت جاي لاففها علشان اجيبه هو واجيبه مع الشباك وكده، اداني الزاويه ديت اللي انا عايزها. طب تعالى نعمل المثال ده مره كمان. تعالى ندخل هنا برضه، انا عملت من ده 3 دي سين، ومن جاي انا هنا بتحكم بالكيبورد دبليو اي اس دي، وقمت جاي هنا وجاي كده مثلا، ودوست كابتشر سين. حلو. وتعالى ناخد سين تاني، تعالى نعمل كده نزوم اوت ويبقى كله الراجل كله مع بعضه. تمام. وتقدر تلف السين، وتقدر تقدر تعمل اي حاجه كانك في لعبه. فاهم الفكره؟ فاحنا هناخد ايه السين كده ونظبط الزاويه شويه.
مثلا. تعالى ناخد السين ده كمان معانا وهو شغالين على دوت. تعالى اوريك الجزء التاني بتاع. بص يا سيدي، عندك حاجتين. عندك حاجه اسمها ريلايت، والريلايت دي حلو جدا جدا جدا. طب ريلايت ده بيعمل ايه؟ تخيل ان انا مثلا عايز من الظهر هنا اضاءه تبقى جايه لونها ازرق. لو انا جاي عامل كده دايس على كلمه ريلايت، بيجيب لي الاضاءه هنا، بيقول لي انت عايز الاضاءه تبقى جايه منين. زي ما بقول له انا عايز الاضاءه تبقى جايه من الناحيه دي، من الجزء ده مثلا. حلو. وعايز ان الاضاءه تبقى عاليه 70 مثلا، ولون الاضاءه يبقى الدرجه دي مش بلو، انا عايزها تبقى سنه في ناحيه التيل شويه عشان التون نفسها بتاعت الصوره تبقى جايه من الناحيه دي، تديني زي كي لايت جاي من هنا. بس انت حددت الزاويه، حددت اللون، عايز سوفت ولا هارد، انا عايزه يبقى هارد، وتقوم جاي دايس على كلمه جنريت. تمام. واحده كمان، تعالى نعملهم كلهم علشان هم ايه لما يخلص البروسيسنج يقوم جاي عاملهم كلهم مع بعض. ايه تاني ان احنا عايزينه مثلا في السين ده؟ تعالى نعمل حاجه اسمها ريلايت. مش سوري، تعالى نعمل انجل. انجل هي نفس الحوار بتاع ال 3 دي، بس هنا انت بتقوم جاي ايه، انا عايز مثلا مشهد من فوق، وعايز ان انا ازوم سنه صغيره من السين بتاعي، يعني سنه صغيره 5 مثلا. تمام. واقوم جاي دايس جنريت، يقوم جاي مظبط لي الكاميرا انها تبقى من فوق وتعمل لي جنريت. انت بص، يعني مش كده موضوع بره حوارات الاي اي بقى. كده انت معاك حاجه تقدر تخليك تعمل اللي انت عايزه. طيب اول واحده فتحت معانا اهي، المشهد اللي احنا عملناه بالانجل، وعملناه من فوق وجبناه انه يبقى شويه، فجاب لنا جاب لنا المشهد زي ما انا عايز. كانك انت كانك يعني مش مخرج، يعني مخرج وكاميرا مان وكرو كامل. مش محتاج انك انت تكتب له تقول له معلش انا عايز مشهد من فوق وهو يجيب لك، لا يجيب لا ما يجيبش. فاهم؟ هنا الجزء بتاع الريلايت احنا قلنا له اللايت يبقى جاي من الناحيه دي قوي جدا، زي نفس درجه اللون حتى اللي احنا اخترناه. ودي كانت الزاويه الثانيه اللي احنا كنا عايزينها من المشهد 3 دي. تعال بقى ننقل على الفيديو ونشوف الفيديو موجود فيه ايه. طيب بالنسبه للجزء بتاع الفيديو، الحاجتين اللي طالعين جداد وبصراحه تحفه، الحاجه اللي انت تقدر تتحكم فيها بالرياكشن بتاع الشخص، تخليه سعيد حزين متضايق، والرامب ده. طيب الرامب ده بيعمل ايه؟ تعال اوريك امثله الاول، وبعد كده نبدا نعمل احنا حاجه بنفسنا. فزي ما انت شايف تعتبر انك انت بتتحكم المشهد يبقى ماشي طبيعي، ويبقى سلو موشن فين، ويبقى احمى فين، يبقى سريع فين، كانك بتحط كي بوينتس هنا انت عايز تفوكس عليها. طب نبدا ننفذ ده ازاي؟ كمثال عندنا احنا هنستخدم الصوره اللي احنا استخدمناها هنا. حلو. وببدا انا في السبيد رامب هنا اوتو. احنا مش عايزين اوتو، احنا عايزين هنا اللي انت عايزه يبقى موجود فين. كاستوم تقدر انك انت تتحكم، يعني يبقى عادي، بعد كده ينزل هنا، بعد كده يبقى هنا، بعد كده اللي هو يبقى نفس اللي كان في الفيديو اللي انتوا شفتوه. ماشي. وبعد كده ده الكاركتر اللي هيبقى موجود، والديسكرايب السين بتاعه. وبعد كده قمنا جايين ايه مختارين الكاركتر، انت عايز هنا تابلود ايمج ولا تاد كاركتر بروبس. فاحنا هنقول له ايه يا عم، لا احنا عندنا الصوره بتاعتنا، او اقول لك على حاجه، هو هنا اد كاركتر. لو انت عامل كاركتر واوريك ازاي تقدر تعمل كاركتر. لو انت داخل جوه ايمجز هنا، كل واحده من دول في عندك علامه الهاشتاج دي او علامه الاد ديت، بتدوس عليها وبتكرييت اليمنت، فيبقى معاك اليمنت للشخصيه دي، فتفضل كونسيستنت معاك في كل الفيديوهات اللي انت بتعملها. ولكن حاليا بما اننا معانا الصور ديت، فسهل قوي ان احنا ايه نابلود ايمج على طول، والصوت تمام شغال. الفيديو بتاعنا 1080، الشوتس والجنرال هنا الجنرا بتاعه الفيديو. فهو احنا هنا انك تختارها اكشن، تقدر تختار انت عايز حاجه هنا ايه، حاجه رعب، حاجه هورر، كوميدي، ويسترن، ولكن ماشي اكشن ما فيهاش مشكله عشان يظبط لنا الجزء بتاع الرامب ده احسن حاجه. الديوريشن بتاع الفيديو احنا هنخليه 10 ثواني
عشان نشوف دي كويس جدا. ماشي، تعال نخليه ده بقى على ايوه. طيب يبقى هو هنا يبقى ماشي طبيعي وفجاه يسلو موشن وبعد كده يمشي يكمل طبيعي. خلاص، تعال ندوس جنريت ونشوف ماذا سيحدث. طيب المشهد طلع معانا، تعال ندوس عليه ونشوف المشهد عامل ازاي. هو كمشهد يعني كمشهد ستاند الون يعتبر كويس قوي، بس احنا عايزين نستخدم دي، عايزين نستخدم الجزء ده. علشان نستخدم الجزء ده هنعمل حاجه اصيع شويه كمان. بص يا سيدي هنعمل ايه. عندنا حاجه هنا اسمها سنجل شوت، وعندنا حاجه اسمها مالتي شوت مانيوال. في المالتي شوت مانيوال اللي هيحصل كالتالي: انا دلوقتي عايز المشهد الاولاني يبقى 3 ثواني بس، والمشهد الثاني والمشهد الثالث وهكذا وهكذا وهكذا. خلاص كده، يبقى دوت مشهد واحد، مشهد اتنين، ومشهد ثلاثة. وبعد كده ظبطنا ان كل واحد فيهم 3 دقايق، 3 ثواني، 3 ثواني وثانيتين، نخلي ده 3 ثواني برضو. يبقى احنا كده عملنا الجزء بتاع المالتي شوت مانيوال، وحددنا الجزء بتاع الدبابه انه يبقى فيه الجزء الرامب بتاع السلو موشن. وتعالى نقلل خالص اللي هو يبقى الفيديو بطيء، ماشي بطيء، يعني يمشي بطيء وبعد كده سريع بعد كده بطيء وهكذا. فاهم قصدي؟ طيب نجرب، هنشوف ايه اللي هيحصل، هنخسر ايه يعني. تمام، على الاقل دوت يعني ده المشاهد اللي اترتبت فيه مظبوطه. طبعا دي ما انفجرتش بالانفجار اللي احنا عايزينه عشان احنا كنا مديله صوره كمثال ليها، ولكن المشهد نفسه اتظبط. السين الاول والسين الثاني وباع الفيد الاسود اللي احنا حطيناه في الاخر. فيعتبر اداه محتاجه انك انت تمشي معاها وتظبط الدنيا، ولكن هتسهل معاك الشغل جدا جدا جدا. فجرب سينما ستوديو، اسيب لك اللينكات طبعا في الديسكربشن زي ما احنا متعودين. ما تنساش الحوار بتاع المسابقه تاني برضو، لو انت وصلت للاخر عايزين نشد شويه ونشوف الناس اللي عاملين ديسلايك ديت يعني تظبط الدنيا معانا شويه. فبرضه هسيب لك اللينك موجود في الديسكربشن، ولو عجبك الفيديو تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس. واحب اشكر كل الناس اللي بتعاملني على باتريون، واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.